السلام عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير على خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وفيديو جديد. في هذا الفيديو غنشارك معكم صابلي، عجين صابلي اللي كيجي ناجح، غينجح معكم من اول مره، اللي ما غاديش يعذبكم في الخدمه وكيجي لذيذ مقرمش وكيجي معلك في الخدمه ديالو سهله. ما كيتغيرش الحجم ديالو ملي كيطيب، كيبقى شاد الفورمه ديال القطاعه باش قطعتيه، يعني ما كيتغيرش الشكل ديالو او الحجم ديالو. قبل ما ندوز المقادير وطريقه التحضير، فضلا وليس امرا، ما تنسيش الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر او زر الجرس باش يوصلك كل جديد. خلي لايك الفيديو وبارطاجي الفيديو مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. هنا كنوريك واخا الفيديو كيكون طويل شويه، ولكن كنوريك غير الشكل ديال الصابلي راه كيبقى هو من بعد ما كيطيب، يعني ما كيتغيرش الشكل ديالو. وغادي نبداو على بركه الله في تحضير العجين ديال هذا الصابلي. غادي نحتاج ليه 250 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. بالنسبه لي انا استعملت 125 غرام ديال الزبده حيوانيه و125 غرام ديال الزبده مارغرين، يعني درت خليط بيناتهم. نتيا ممكن تخدمي بالحيوانيه كلها، يعني زبده كامله حيوانيه 250 غرام، اولا ممكن كامله مارغرين، اولا ممكن ديري كيف ما درت انا، يعني درت ميلونج بيناتهم، الحيوانيه والمارغرين. ضفت ليهم رشه ديال الملح، ضفت الفانيلا السائله، ممكن تضيفي اي نكهه كتبغي، برتقال، الكراميل، الحامض، يعني النكهه اللي كتبغي. الناطه حتى هي كتجي زوينه في الصابلي. المهم كنخلط جيدا حتى كنحصل على بوماد. كنخلط هذيك الزبده مزيان مع كاس ديال السكر كلاصي، سكر بودره. ممكن تضيفوا في الكميه ديال السكر، انا ما كنبغيش الصابلي يكون حلو بزاف، اكتفيت بس يعني الكاس راه كافي. من بعد كنخلط جيدا مزيان وكنضيف نصف كاس ديال الزيت النباتيه، هنا عبرت بالكاس ديال الشاي. كنخلط جيدا وكنضيف جوج الصفار ديال جوج بيضات. زولت البيض، كندير غير الصفار في العجين. ضفت ملعقه صغيره ديال الجليكوز، اختياري، عندك ديريه ما عندك ما ديريش، ماشي ضروري، يعني ماشي شي حاجه اللي ضروريه. وضفت 4 المعالق ديال اللوز اللي مطحون، محمر ومطحون. كنطحنو غير ما كنخليش حتى كيطلق الزيت، غير كيطحن مزيان صافي. كنخلط جيدا مع الخليط اللي درت في الاول، الزبده والسكر والزيت، حتى كينسجموا المكونات. وكنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق ما كنعجنش العجين، ما كندلكوش. دائما العجين ديال الحلوه ديال الصابلي ما كندلكوش العجين، كندخلو غير بالاطراف. راه كتشوفوا لا فيديو كنجمع العجين غير بالاطراف ديال الاصابع، ما كندلكوش العجين، لان هذا الشيء هو اللي كيخلي الصابلي ديالنا كيتغير الشكل ديالو في الفرن، كيتجمع اولا يعني كيتغير الحجم ديالو. صافي من بعد ما جمعت العجين ديالي غادي نوضعها في بلاستيك غذائي وغنخليها شويه ترتاح في الثلاجه، غير في الاسفل، غير شويه، ماشي تقريبا 5 دقائق، وغادي نخدم بها. صافي من بعد ما ارتاح لي العجين، كنسرحو بين جوج البلاستيكات وكنقطعو بالقطاعه الشكل اللي بغيت، الشكل اللي متوفر عندكم. بالنسبه لي انا راه هذا العجين اللي خدمت معكم خدمت به غير واحد الشكل اللي صورت معكم. بالنسبه للاشكال الاخرى اللي شفتوا في الاول الفيديو، خدمتهم عجنه اخرى خدمتها، ولكن ضفت كل شكل ضفت ليه النكهه ديالو. يعني خدمت بالناتا، خدمت بالكراميل، خدمت بزاف د النكهات، قشره البرتقال او الليمون اللي بغيتو ممكن تضيفوا في النكهات. يعني كتقسموا ديك الساعات هذيك العجين، ممكن تضربوا المقادير ديال العجين وكتقسموا هذيك الساعات على اجزاء وكتبداو تضيفوا النكهات. خصكم الدقيق من بعد ما كتضيفوا النكهات كتزيدوا شويه. صافي هنا استمريت كنقطع بالقطاعه ديال الصابلي. بالنسبه للشكل اللي كيكون ما غاديش يتزداو جوج، كيكون شويه غليظ. بالنسبه للشكل اللي كيكونوا مزدين غادي نزيدو جوج قطعتين، كيكون رقيق الصابلي، كيجي مفيني وكيجي زوين. صافي غادي نسرح نقطع عفوا الشكل ديالي ونوضعه في الصفيحه،
وبالنسبة للفرن راه 160 درجة راه كافية باش طيبوا الصابلي ديالكم على عافية مهيلة، وكيطيب محمر مقاد، ما كيجيش واحد الجهة حمرا واحد الجهة بيضاء، كيجي ناجح، ما كيتغيرش الشكل ديالو. غير طبقوا النصائح اللي عطيتكم وغادي ينجح معكم من اول مره. بالنسبه للتزيين، انا هذا اللي خدمت معكم هنايا في الفيديو، راني بعد ما طاب كيبرد كندوب الشوكولاته بيضاء والشوكولاته سوداء، كنضيف ليهم اللوز اللي مهرمش، يعني اللوز محمر ومهرمش، وكنغطس فيهم هاد الصابلي ديالي. راه شفتوا معايا، غتشوف معايا في النهائي في الفيديو الشكل ديالو كيف كيجي. هنا كنوريكم بعد ما وضعته في الصفيحه، غادي ندخلو الفرن يطيب. هذا الشكل حتى هو خدمته بالشوكولا، بالنكهه ديال الشوكولا. بالنسبه لهذا غادي يتزداو جوج، كنديرو رقيق. هذا لا كنديرو شويه غليظ لانه ما غاديش يتزدا، غادي نغطسو فقط في الشوكولا مع اللوز. وبالنسبه لهذا الشكل كنقطعو على شكل مربع، قطعه مربعه، وواحد القطعه كنخليها عاديه، والقطعه اللي غادي تلصق معاها كندير ليها بياض البيض مع لوز ايفيلي، وكندير هذا بودر الخشخاش. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالي كيف ما كتشوفوا. من بعد ما زينته هنا هادوك اللي بالشوكولا، ها هما كيف ما كتشوفوا كيف كيجيو. كنغطسو في خليط ديال الشوكولا مخلط معاه اللوز مهرمش، وهذا الشكل اللي بالشوكولاته بيضاء. كنتمنى لا فيديو يعجبكم، ما تنساوش تخلي ليا لايك للفيديو وتبارطاجي الفيديو مع الاهل والاحباب اللي تعم الفائده. كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو كيجي صابلي ناجح وكيجي معلك ومقرمش. نتمنى تجربوا الوصفه وتخلوا لي تعليق اسفل الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر في امان الله ورعايته.